هو اللي عمل لك بلوك. طبعا. إمم. وانا عامل له بلوك ليه وانا بكلمه؟ إيه مصر. نقطة التحوّل بالنسبة لك كابتن في إنك بعد ما كنت بتدعّم حسام حسن، بقيت ضد حسام حسن على طول الخط؟ هقول لك ليه. بأمانة، ايوه أنت راجل والله هقول لك صريح. ليه. قُل لي. اول هام إمم. اول إمم. هام انا كنت بنصحه له هو. إمم. هو اتمنظر عليا. إزاي؟ هقول لك ازاي. اول تجمع له كان اللي هي البطوله الوديه، إمم. اللي هي كاس العاصمه دي إمم. ولا دوره تمام. العاصمه. فكان ساعتها ماتش قبليها ماتش اهلي وزمالك، وهو راح حضره في الاستاد هو وابراهيم في السعوديه، تمام. اللي امام عاشور جاب في الجون الاوفسايد ده. إمم. ماشي. فلو تفتكر الماتش ده كويس قوي، كان بيرسي تاو لسه راجع من افريقيا، كان مكسر الدنيا. إمم. افتكر، كان مع جنوب افريقيا وكان مكسر الدنيا، وكان جايب مش عارف 3 4 تجوان، وكان ماشي كويس، وكان محمد هاني بيلعب وراه. والماتش ده كان لسه راجع من الاصابه احمد فتوح ومصطفى شلبي. تمام. مصطفى شلبي نزل الشوط الثاني، احمد فتوح مسك بيرسي تاو حطه في جيبه، إمم. ونزل مصطفى شلبي الشوط الثاني مسك محمد هاني قال له فين يوجعك، إمم. يعدي من ناحيه اليمين يعدي من ناحيه الشمال يعدي والكلام ده. ماشي. جينا بعد الماتش فهو اعلن القايمه، إمم. فلما اعلن القايمه ما فيهاش مين؟ فتوح ولا مصطفى شلبي، تمام. مع انهم عاملين ماتش الاهلي ماتش عالمي، حتى لو لسه راجعين من الاصابه اخدهم. إمم. ليه؟ لان انت مش واخد احسن منهم، وانت المفروض تاخد على ايه؟ المستوى الفني. تمام يا كابتن. وانت اهلي وزمالك، هتختار منين بعد كده؟ إمم. اول حاجه الاهلي ثم الزمالك. إمم. فاللعيبه دي عامله ماتش كبير قوي. إمم. ماشي. كوكا ما لعبش الماتش ده، كان مصاب. احمد نبيل كوكا. ماشي. فهو لما اعلن القايمه ما كانش فيها لا احمد فتوح ولا مين؟ مصطفى شلبي. فالناس بتساله في المؤتمر انت ما خدتش ليه احمد فتوح ومصطفى شلبي؟ فقال لهم لسه ما دخلوش فورمه ولسه راجعين من الاصابه. حلو. ماشي. إمم. طيب بناء على ايه خدت احمد كوكا اللي ما لعبش خالص؟ طب دول لعبوا الماتشين وشفنا من المستوى. إمم. طب بناء على ايه خدت احمد نبيل كوكا؟ قال لك ده الموهبه الوحيده اللي في مصر اللي جاي. ماشي. ماشي. ففي ناس كتيره ما اقتنعتش وانا اولهم. فبحكم ان احنا بنتكلم مع بعض على الواتس، فكلمته قلت له يا حسام، إمم. ما ينفعش تقول كلام وتعمل عكسه. انت قلت مش هاخد مصطفى شلبي ولا احمد فتوح عشان لسه راجعين من اصابه، إمم. وبعدين انت خدت احمد نبيل كوكا اللي ما لعبش خالص. خلي بالك الكلام ده بيتحسب عليك، إمم. وانت مدير فني منتخب مصر، فخلي بالك من الكلام. انا كده غلطت. تمام، أنت بتنصحه قصدك. طبعا. آه. انا خايف على ان الناس تمسك عليه حاجه وتبدا إمم. يصنفوها بقى اهلي إمم. وزمالك. إمم. انت خدت واحد مصاب من الاهلي واتنين لعبوا ماتش الاهلي وكانوا كويسين وانت ما خدتهمش. انا كان كل الخوف من اللي هم دلوقتي بيبثوا الفتنه، اصل رضا مش مصري، اصل رضا ضد إمم. المنتخب، اصل رضا، واخد بالك. إمم. فالمهم، فقال لي لا ازاي ومش ازاي، ده احمد نبيل كوكا ده الموهبه. قلت له يا عم ما عنديش مشكله، لما يلعب خده، حلو ووحش بس يلعب إمم. ينزل الملعب. انت فاهمني. إمم. وحته بقى المستوى ده والموهبه الوحيده اللي في مصر دي بتاعتك، تمام. اعمل فيها اللي انت بس يلعب. فما تعملش حاجه تتحسب عليك. انا تمام. كده غلطت. تمام، ليك وجهة نظر فقال لي لا بكره. بتنصحه. قال لي بكره بقى لما تبقى مدرب هتعرف انا خدت احمد نبيل كوكا ليه. فانا قلت له لا. أنت مدرب أصلًا. فانا قلت له لا هو خلي نسي إن بالك. أنت كنت بتدرب لا يعني؟ ما تعرفش بقى، هو استهزاء، آه. بيقلل منك، آه. بيقول لك بكره لما تبقى مدرب. إمم. مع العلم ان انا في إمم. الوقت ده اصلا كنت مبطل تدريب. طب آه. اقول لك على حاجه، آه. والله العظيم منعني اتفرج بس على هو هنا الماتشات. مش قصده إنك تبقى مدرب، هو قصده الفكر نفسه. لا قصده أيوه، هو. فكر مدرب. ما هو مش لازم يا كابتن كل واحد عنده فكر كويس يشتغل مدرب، فهو قصده على فكرك. وانا لا برضه ما يقولهاش يا فاروق، آه. عيب يعني، عيب ان انت تقول لي بكره لما تبقى مدرب. آه. واخد بالك انا اشتغلت مدرب قبله. إمم. انا اشتغلت من 2000، هو كان لسه بيلعب كوره.
تمام. وخدت دراسات هو ما خدهاش، مم. واخد بالك. بس تمام. انا طبعا لولا العمليه كنا دخلنا في البي والبرو والمعرفش ايه تمام. والحاجات اللي هم مم. بيتكلموا عليها مم. دلوقتي، لان مم. انت مم. بتاخدها. طب انت رديت عليه بايه يا كابتن يعني لا ساعتها؟ رديت عليه قلت له بكره بقى مدرب. ايه يا حسام انت، مم. مم. يعني انت بتقلل من الكلام والكلام مم. ده، بتقلل مني ولا ايه؟ مم. فما ردش، مم. واخد بالك. اه. شويه تاني فبقول له انت رحت فين؟ انت عارف معنى كلمه ان انا بكره لما تبقى مدرب يعني انت بتقلل؟ مم. برضه ما ردش. مم. وبعد كده لقيته عامل لي بلوك. هو اللي عمل لك بلوك؟ اه طبعا، مم. وانا عامل له بلوك ليه وانا بكلمه؟ مم. فقام جاي عامل لي بلوك. مم. مم. ما قبلش النصيحة. بالظبط كده، اه. دي حاجه. وشاف ساعتها نسيت انك الموضوع ده خالص. اه. خلاص هو حر بقى، انا مالي والكلام ده. فطبعا والله الموضوع ده ما كان له دخل خالص بالكلام اللي انا بشوفه. لا، ما هو كده حضرتك انت الموضوع هيروح ان انت دي حاجة شخصية. انسى بقى، انا ما بدخلش اه. الحاجات الشخصيه في الفنيات بقى اللي انا بشوفها. اه. انت اه، فاهمني؟ بس هي ابتدت شخصية. ماشي، بس انا ركنتها على جنب. مم. انا نسيت، هو ما نسيش. مم. بمعنى ايه؟ بس هو حسام ما بيتكلمش عليك يا كابتن. مين اللي قال لك؟ انا بقول لك اهو، هو في اديني تصريح حسام ما حسن ما قال حاجة على بيقولش. رضا عبد العال. طب امال الفتره الاخيره دي والنائب العام والشكوى للمجلس الاعلى للشباب والرياضه وانا اتوقفت مجلس القعدة ليه؟ لتنظيم الاعلام. وانا اه. وانا اتوقفت ليه قبل كاس بس مش الامم؟ هو. لا هو. انت هو السبب يعني؟ ما اديني سبب ان انا. جات لك المعلومة اللي هو طب قدم في الشكوى؟ ناس عملت بلاوي متلتله وخدت اسبوع. مم. في ناس اتكلمت وعملت حراك في الدوله، مم. وجماهير نزلت ضربت وكسرت وعملت تلفيات ب7 مليون جنيه. اللي هي لجنه اسمها ايه الاعلام. لا لجنه المسابقات باين اللي هي بتاعت ماشي، الانضباط، المسابقات، ماشي اوكي. المسابقات، عملت خصم 200,000 جنيه مم. والتلفيات تعدي ال 5 مليون اه، 6 بس مليون انت جنيه بتتكلم في الاعلام قصدك؟ ما هو كان بسبب واحد بقى، مش عايزين نتكلم، قال كلمة الدنيا نزلت، اه. الجمهور نزل تاني يوم دغدغ مم. الاستاد. مم. وعلى فكرة ما كانش فيه الا جمهور الاهلي مم. بس مم. هو اللي كان في الملعب مم. في ماتش حرس في ماتش الحدود. حرس الحدود انت يعني قصدك؟ اه. فرقة ملهاش جماهير. مم. طب بتكسروا ليه الاستاد؟ مم. ما بناء على الكلام اللي اتقال قبلها بيوم. فانت قصدك، بس عشان ارجع لحسام، انا مش عايز اروح للحته دي لا خالص. ماشي، ما انا لا انا بكلمك. فحسام هو اللي اشتكاك في الوقف الاول اللي انت توقفته؟ لا اسأل. المعلومه اللي جات لك. اسأل مين اللي السبب في وقفي في مم. شهرين في مم. الأمم الأفريقية. انت ندمت على يعني كلام انك كنت عايز حسام حسن؟ ندمت على انك كنت بتقول حسام حسن يمسك المنتخب؟ ندمت على حتى لو الكلام ما ده؟ حصلش خلاف أنا مش اه. شايف إن هو يعني المدرب اللي يقنعني. أنا ماليش اه. دعوة بقى بالجماهير وماليش دعوة اه. باللعيبة واختياراته وكل تمام. أنا اتصدمت فيه مم. فنيا، مم. مع العلم إن أنا كنت عارف إن هو فنيا مش الواو. اه. بس قلت إن كان في حاجة أنا كنت بأمل فيها اللي اه. هو الشخصية، مم. واخد بالك، مم. والعدالة. مم. كان بيقبل نصيحتك وانت وانتوا بتلعبوا كوره كابتن؟ يعني كنتوا ما بتتكلموا تقول بيقبلش له نصيحة اعمل حد. كده لا ما اصلا؟ بيقبلش طيب نصيحة. انت عارف حسام حسن، ايه لا اللي يخليك تديله نصيحه؟ انت عارف ان هو ما بيقبلش نصيحه. لا انا بكلمه على حاجه خلاص، انسى، واحنا لعيبه حاجه مم. وانت مدرب حاجه تانية بقى. خلاص، ناس انا كبيره. بتكلم على ان انت ما تقولش حاجه وتقول عكسها عشان ما تتاخدش عليه. ده مم. كان الهدف يا فاروق. مم. هو ما قبلهاش خلاص عادي. طب تعمل لي بلوك ليه؟ تقلل مني ليه؟ مم. انت واخد بالك؟ ما هو انت مثلا لو انت قلت لي معلش انا مش قصدي، خلاص الموضوع انتهى. وبرضه انا بقول لك لغايه دلوقتي والله العظيم ما ده هو السبب، بس انت مم. بتقول لي على سبب هو بقى اللي شال مش انا. مم. بس انا بتكلم بقى فني. مم. يعني هنا بقى بتكلم فني. هل ان انت في ماتش طلعت من الماتشات اللي هو لعبها كلها اتكيفت كوره، شفت كوره عالميه بتتلعب، مم. مع ان عندك 2 عالميين او 3 ساعتها، كان مصطفى محمد كمان اللي هو مرموش وصلاح ومصطفى محمد. مم. شفت ماتش مثلا كيفك انت فنيا؟ ما شفتش، كله رزع وخبط وجري زي ما كان بيلعب بالظبط. مم. ما شفتش فنيا. حتى اللعيبه اللي هي اصحاب المهاره هو ما بياخدهاش، مم. اللي هي بتصنع الفارق. مم. يعني انا لسه بكلمك دلوقتي، هل ناصر ماهر ده في الزمالك ولا بيلعب في بيراميدز دلوقتي؟ بيراميدز. طيب يعني لما ناخده عشان يلاعب واحد زي محمد صلاح ومرموش،
بجانب امام عاشور، تبقى فرقتك عامله ازاي؟ مم. تبقى انت بتلعب كرة عامله ازاي؟ واحد زي محمد شحاته، بدل ما احنا شايفين الثلاثه مم. شكل بعض، مم. سواء مع مروان عطيه ولا حمدي فتحي ولا مهند لاشين. مم. ما احنا عايزين بقى اللي بينقل، مم. احنا مش عايزين ندافع، تمام. احنا عايزين لما نمسك كوره يبقى في تحولات، هم دول اللي يعملوا لك التحولات.